أهلا بكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد والإعجاب بالفيديو. إدانة محي الدين تحقوط ب 14 سنة سجنا نافذا والبراءة لمدير حملة بوتفليقة. أصدر مجلس قضاء الجزائر في جلسة لاستئناف حكما يقاضي بالسجن النافذ 14 سنة لرجل الأعمال محي الدين تحقوط، بينما أدين الوزيران الأولان السابقان أحمد ويحيى عبد الملك سلسال ب5 سنوات سجنا نافذا. وفي القضية ذاتها أدين رشيد كحكوت ب5 سنوات سجنا نافذا، منها 2 موقوفة النفاذ، بينما أدين كل من حميدة بلال وتحكوت ب3 سنوات حسبما منها 18 شهر موقوفة النفاذ. كما قضى مجلس قضاء الجزائر بعقوبة 18 شهر حسب موقفه النفاذ في حق الوزيرين السابقين يوسف يوسفي وعامر الغول، مع تأييد حكم البراءة لعبد الغاني زعلان من التهم المنسوبة إليه. وكان النائب العام لدى الفرقة الجزائرية لمجلس قضاء الجزائر التمس حكما تصل إلى 18 سنة سجنا نافذا في حق محي الدين تحقوط، 12 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين ويحيى وسلسال. كما التمس ممثل الحق العام غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق محي الدين تحقوط و3 ملايين دينار في حق كل من يحيى وسلسال مع مصدر جميع أملاكهم، في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من الوزراء السابقين يوسف يوسف وعامر غول وعبد الغاني زعلان. نتذكر كانت المحكمة الابتدائية لسيدي محمد بالعاصمة قد أدانت المتهم الرئيسي محي الدين تحقوط ب 16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار. كما أدانت في القضية نفسها الوزيرين الأولين الأسبقين يحيى وسلسال ب10 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب500,000 دينار جزائري، كل منهما بمعيدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشراب الموجود في حالة فرار ب20 سنة سجنا نافذا و2,000,000 دينار جزائري غرامة مالية. أهلا بكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد والإعجاب بالفيديو.